واللي قدامكم ده غني عن التعريف طبعا وكلنا عارفينه، وهو اكتر رئيس دموي في العالم، واسمه الحقيقي أدولف هتلر. وكان اكتر قائد وشخصية تاريخية في العالم اتعرف عنه ان هو اكتر شخص قتل عدد كبير من الناس واليهود، ووصلوا ل60 مليون انسان. اكتر انسان كان ذكي وغير ديمقراطي، فيلا بينا نحكي حكايته. هو اكتر شخص كان بيكره اليهود وعمل ايه معاهم بالظبط. اتولد سنة 1989 وتحديدا في النمسا، يعني ما كانش اصله الماني الجنسية خالص زي ما معظم الناس كانت فاكرة، بس بعد كده اصبحت النمسا والمانيا دولة واحدة، وده بعد الحرب العالمية الاولى. وكان ابوه عصبي جدا وكان دايما بينفذ كل اللي هو عايزه وما بياخدش رأي اي حد. وكانت امه كارلا هي اللي حنينة معاه وبتعامله كويس جدا، وهو كان بيحبها لدرجة كبيرة جدا جدا، وكان شايل صورتها في المحفظة بتاعته في كل وقت. وأدولف كان ما بيحبش الدراسة من صغره، وساب الدراسة طبعا وهو عنده 16 سنة، وراح فيينا علشان يمشي ورا حلمه انه يكون فنان، اللي هو يعني يكون رسام مشهور ومعروف جدا. وكان بيقعد يرسم مناظر طبيعية ويبيعها علشان يكسب فلوس ويقدر يعيش بيها، يعني كان مستقل بنفسه من صغره. في سنة 1907 راح هتلر علشان يقدم في كلية الفنون الجميلة ويترفض. تخيلوا ده لو كان اتقبل ما كانش كل ده حصل في التاريخ. ده كل اللي حصل ده بسبب انه اترفض في الكلية. يعني عايزة اقول لكم ان رفضه من الكلية ده عمل نقطة تحول كبيرة جدا وخلاه مجرم وسفاح مشهور قوي، فرجع يرسم تاني ويبيع اللوحات بتاعته علشان يكسب فلوس. واغلب اللي كان بيشتري من هتلر اللوحات كان يهود ليهم مكانة اجتماعية عالية في الوقت ده، واغلبهم كانوا ماسكين النظام المصرفي، اللي هو يعني كانوا مسيطرين على البنوك والفلوس. وكان منهم ناس بيشتروا اللوح دي بأسعار رخيصة جدا ورمزية ويقولوا وحشة، وكل ده علشان ياخدوها منه ويبيعوها بسعر غالي جدا بعد كده، ويستفيدوا هم عشان ليهم علاقات مع ناس عالية جدا. ومن هنا ده كان بداية الكره لهتلر لليهود. وبعد سنتين هتلر قرر يرجع للقرية بتاعته تاني اللي موجودة في النمسا بعد ما أمه تعبت بمرض السرطان وكان عايز يهتم بيها. وهنا أغلى حد في حياة هتلر واللي حرفيا ما كانش بيطيق عليها الهوى ضرها الموت، وده بسبب كمية كبيرة جدا من الأدوية واللي خدتها في حقنة واحدة واللي بتاخدها لعلاج السرطان. وقتها كانت على ايد الطبيب اليهودي اسمه ادوارد بلوخ، ودي كانت تاني مرة يضر فيها اليهود هتلر، والمرة دي جت في امه واللي هي كانت اغلى انسانة عنده، وده كان اكتر سبب خلاه بدأ يكره اليهود يوم بعد يوم. ولسه فيه اسباب تانية كتير جدا. هتلر من وقتها كان شاب يتيم وفقير وحساس جدا، فعمته اخدته وتربى معاها لحد ما كبر، بس عمته بعدها ماتت بفترة صغيرة جدا وورث منها طبعا فلوس كتيرة قوي، فقرر تاني انه يسافر فيينا ويمشي ورا حلمه تاني وقدم تاني في كلية الفنون الجميلة، والمرة دي كمان اترفض. والمرة دي كان فيه سبب وحجة ان لوحاته لا تحتوي على اي مشاعر واحاسيس زي ما هم بيقولوا. وفي سنة 1914 قامت الحرب العالمية الاولى، ويقوم هتلر متطوع في الجيش في الوقت ده، لا وكمان في الصفوف الامامية، وطلع من الحرب دي بوسام الشجاعة من الدرجة التانية. وكل ده مع ان جسمه كان ضعيف جدا ومش قوي البنية يعني زي ما كانوا فاكرين، وده تسبب طبعا بإصابات سببت له عجوزات لحد دلوقتي، وتسبب له في مشاكل جنسية فضل يعاني منها طول حياته. وده كان طبعا ثالث سبب يخلي هتلر يكره اليهود جدا. ووقت علاج هتلر في نص الحرب كان الدكاترة اليهود هدفهم تضعيف عزيمة الجنود الألمان، وهو ده اللي خلى ألمانيا من الآخر تستسلم. وده سبب كمان خلى هتلر يشوف ان اليهود ناس خبيثة جدا وكل همهم مصلحتهم. وكمان بعد الحرب بدأت ألمانيا تستلف فلوس من اليهود اللي كانوا مسيطرين على نظام الدولة المصرفي والبنوك، وكانوا بياخدوا فوائد كبيرة ونفوذ في حاجات معينة بس في الدولة.
وطبعا ده خلى اقتصاد الدولة مش من أقوى الدول اللي كانت موجودة في الوقت ده، وسبب نسبة كبيرة جدا من البطالة اللي كانت ساعتها تكاد تكون منعدمة. وده كمان خلى هتلر يحقد على اليهود ويكرههم أكتر وأكتر. وكمان اليهود في الوقت ده دخلوا للدولة الدعارة والحشيش والمخدرات، وخلوا ألمانيا من أكتر الدول اللي بتتصدر الفجور في كده، وبالذات مدينة برلين. وانت حتى لو جربت تكتب اي اكتر مدينة فيها فساد من النوع ده هتظهر لك برلين. عايزة اقول لكم ان اليهود كانوا مكارين جدا من زمان قوي، وده من ايام ما كانوا منتشرين في كل بلد شوية. كانوا بيطلقوا نسائهم علشان يغروا الناس يوم بعد يوم ويخلوهم يسيطروا على العالم اكتر واكتر. فمن بعدها ظهر مجموعة من الشباب واللي ما تمش تلويثهم طبعا بكل المغريات دي، وعملوا حزب باسمهم وسموه العمال الألماني الاشتراكي، واللي كان معادي لكل الحكومات الألمانية وأي حاجة يهودية. وانضم ليهم طبعا في الوقت ده هتلر، وبعدها بسنتين بقى رئيس للحزب ده. وفي سنة 1934 بيتسجن أدولف هتلر بسبب حكاية ملخصها انه كان عايز يستولى على الحكم بس بالقوة، لانه كان عنده ناس كتير من الشعب والحزب وسلاح كتير جدا، بما انه كان يعني في الجيش، بس منجحش واتسجن 9 شهور. وهتلر في السجن استغل الوقت ده في القراءة والكتابة، وكتب كتاب شهير سماه كفاحي، واتباع منه اكتر من 10 مليون نسخة. وفي سنة 1929 حصلت ساعتها أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، واقتصاد ألمانيا كان واقع أصلا في الوقت ده، وده كان بسبب إن البورصة في أمريكا في الوقت ده وقعت. وفي سنة 1934 مات ساعتها باول، واللي كان رئيس ألمانيا السابق، ومسك بعدها هتلر حكم ألمانيا، وده بعد ما مسك الحكم بطريقة ديمقراطية بتصويت الشعب ليه. وفي البداية قدر هتلر يوفر أكتر من 6 مليون وظيفة، لدرجة إنه كان هيقضي على البطالة، وكل ده طبعا خلال سنتين بس من حكمه، لدرجة إن كان في نقص في العمالة في أوقات كتيرة جدا. وده طبعا حسن دخل الألمان والمعيشة بتاعتهم، وخلى اقتصاد الدولة ينتعش أكتر وأكتر. بس أكيد جه في دماغك سؤال مهم جدا، إزاي هتلر قدر يعمل كل ده؟ أول حاجة عمل مصانع كتير للسلاح علشان يبقى لألمانيا القدرة على الصنع بأسلحتها الجوية والبرية والبحرية. وصل عدد المصانع ل 2800 مصنع بيشتغل فيهم أكتر من 72 ألف عامل في الوقت ده غير الطرق والكباري والمناطق الترفيهية في كل حي ومنطقة علشان يحسن حياتهم. وقفل كل أماكن الدعارة اللي كان عاملها اليهود، وكل حاجة كانت بتدمر الشباب من حشيش وكل حاجة سيئة. وقال إن الست مكانها في بيتها وتربية الأطفال والاهتمام بجوزها وبس، والراجل لازم يشتغل ويتعب ويهتم بمراته. وقال إن كل ست هتنجب أكتر من 4 أطفال ليها مكافأة، وإن هيتم الصرف على الأطفال دي. وقضى على الشذوذ اللي كان بيروج ليه اليهود، لأن هو كان عايز إنجاب أطفال ألمان أكتر. انتوا مش ملاحظين ان التاريخ بيعيد نفسه، وان اليهود في كل عصر وفترة بيروجوا لكل حاجة تهدم الشعوب والأمم، وهدفهم الأساسي هو السيطرة، وانهم يقللوا طبعا عدد البشر بصورة كبيرة جدا زي ما كلكم فاهمين. ونرجع تاني لحكايتنا مع هتلر واللي عمله. من بعدها بدأت حروب هتلر الحقيقية، هو أول حرب فيها اتسمت بالهولوكوست أو المحرقة، ودي أكبر لوحة دموية عملها هتلر في تاريخه، وأكبر إبادة عرقية عملها هتلر في التاريخ، وراح ضحيتها أكتر من 17 مليون إنسان، منهم 6 مليون يهودي من أصل 9 مليون يهودي في أوروبا كلها. وباقي العدد أعراق هتلر كان شايف إن ملهمش لازمة لوجودهم، زي سود البشرة والروس والبولنديين. وكانت طرق الإبادة قتل وحرق ومراكز إبادة جماعية، ومن أشهرها معسكر أوشيفينز، واللي راح فيه أكتر من 1,000,000 يهودي في كام سنة بس. وبعد كده أكيد بتسأل يا أكتر سبب أو حاجة اليهود عملوها تخلي هتلر يعمل فيهم كل ده، هو المذابح والمحارق الكبيرة دي. من وجهة نظر هتلر في كتابه إن أكتر سبب خلاه في ضغينة وكره من ناحيتهم لما الدكتور اليهودي سبب في زيادة للعلاج في الحقنة المخدر اللي خدتها والدته واللي أدت لوفاة والدته. وكمان اليهود كانوا مسيطرين على ألمانيا بنسبة 50% من القرارات، و70% على القضاء، و100% على البنوك والمصاريف. وبعيدا عن ان سواء هتلر او اليهود الاتنين سفاحين، بس العالم بيعتبر هتلر ولوقتنا هذا في التاريخ
إنه عمل الإبداع اللي ما اتعملش قبل كده، وحقق أكبر عدد رقم قياسي في قتل اليهود في الوقت ده، وكان ممكن يقضي عليهم كلهم في الوقت ده. وعايزة أقول لكم إن هتلر لم يتكرر في التاريخ مرتين. استنوا مني كل حكاية غامضة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل حكاية غامضة وحصرية. كان معاكم خلود عادل، سلام.